الفنانة سعاد حسني وأحمد مظهر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. هابي بيرثداي. ثانك يو. بصوا يا جماعة، هو ده مش الفلوج بتاع عيد ميلادي، هو أنا عيد ميلادي إن شاء الله بكرة، بس إحنا النهاردة أنا مع سعاد حسني والفنان أحمد مظهر. مرة واحدة سعاد حسني طب يعني قمر والله. نادية الجندي، جلا فهمي، الناس بيقولوا عليكي شبه جلا فهمي، في ناس بيقولوا عليكي شبه مها بعوف. والله كلهم يشرفوني يعني اتشرف بس. ماشي. احنا دلوقتي النهارده في حاجه غريبه جدا البلد دي، استنوا احكي لهم بقى. النهارده في ايه بقى؟ النهارده الليله البيضاء بيقولوا عليها، تحصل في بدايه الصيف عشان المحلات التجاريه بتقفل الساعه 8 وعايزين زياده في المبيعات والاقتصاد مننا فينا. ننزل بقى، هيسهرونا كل المحلات سهرانه، حتى ميوزك، حتى اسعار كويسه، وفي نفس الوقت الناس تنزل تشتري وكده، زي اسمها الليله البيضاء يعني. ماشي بالظبط، هو ده اللي ماما قالته. لسه قلت حاجه كمان نسيت، ولازم كل رئيس حي بتاع كل منطقه يجيب فرقه مغني وفرقه عشان الناس وهي بتعمل شوبينج وكده وتهيص يعني. قبل بقى الليله البيضاء، تعالوا اخدكم النهارده اليوم من بدايته كان عامل ازاي لحد بقى ما نرجع نتفرج على اللي بيحصل. يلا بينا. الدنيا حر جدا الايام دي، وبنروح البحر والصيف جا، وكلنا طبعا بنحب الصيف، وبتشوفوا الاستوريات والفيديوهات. ميرنا وصلت اليونان، لسه واصله حالا. تحبوا نشوف الجو عامل ازاي النهارده؟ تعالوا. الدنيا من الصبح بتشتي، اول ما وصلت المطره اهو شغاله زي ما احنا شايفين. بصوا رعد وشتاء. الغريبه ان دي مش اول مره، يعني المره اللي فاتت برضو كانت في عز الصيف الدنيا كانت بتشتي جامد جدا اول ما ميرنا ما وصلت. بعد كده هي مش بتصدق، يعني بنقول لها ميرنا حبيبتي انت فقريه، انت فقريه ومش ايه، بتتضايق قوي وبتقعد تعيش دور ان هو ايه ده انتوا اللي بتقولوا كده بالطريقه دي، والله العظيم بالظبط. فاتمنى تكوني اقتنعتي. هي دلوقتي جايه في الطريق، بس يا رب تكون اقتنعت خلصنا بقى انا. ولا يا جماعه، دي القطه سوسه مستخبيه جوه جذع الشجره اللي موجوده في الجنينه. والنهارده اليوم الثاني بعد وصول ميرنا بصوا مين انا جيت. ودلوقتي رايحين البحر. عاشور اعمل باي باي للناس. باي. اليني اعملي باي باي للناس. باي. دلوقتي رايحين البحر. ولا عايزه احط دي عندك. انت مش قلتي مش هتركبي ورايا؟ بس دي احطها عندك ولا اركب وراك؟ اسلام اركب. دلوقتي احنا رايحين البحر. هنروح البحر ازاي؟ هنروح بالعجله. هاخد ميرنا ورايا. شلنا السبت الكبير اهو، حطينا الكرسي بتاعه، ودلوقتي انا بس مش حاسه ان هي افضل فكره. جربي، هنجرب. طب يلا. خلاص. مساء الخير. يلا انا هركب دلوقتي دي اوكي. يلا. حاضر ثانية بس نشغل العجلة. والله العظيم لو وقعت يلا. ما تخافيش يا ميرنا، اترعبي عشان ده هيضيعك. بتصوت يا عيني. اول حادثه. ايه اللي حصل؟ الفستان بتاعي. دي اثار الحادثه فعلا. تجربه هايله. ده بوهو ستايل. اديلها 1.5 من 10. وطبعا انا هروح البحر بالعجله، هم راحوا بالعربيه او بالموتوسيكل. الشاطئ اللي احنا رايحينه اسمه ليويرما، والفكره بتاعته انا بحبه علشان عامل ستايل اللي هو ايه البوهو كده، اللي هو الحاجات الرخوص، وعامل قعدتها على البحر شكلها لطيف، وبيبقى مزيكا لطيفه وفيو حلو وبحر جميل وقعده لذيذه. بصراحه دي اول مره نجرب فيه الاكل بتاعه، فيا رب الاكل بتاعه يبقى لذيذ زي قعدته كده. المهم طلبنا اكل البحر. اليني كانت طالبه تشيكن برجر، كان طعمه في اللذيذ يعني، هو عجبها. وانا كنت طالب كلاب ساندويتش وبرده كان طعمه حلو ولطيف. وميرنا كانت طالبه برجر. ودلوقتي خلصنا اكل، واليني دلوقتي هترجع تنزل البحر. مع السلامه. باي باي. باي باي اليني، اعملي باي باي. وبصراحة كان البحر لطيف والأكل كان لطيف وكان يوم لطيف الحمد لله. تعالوا بس أفرجكم بسرعة كده إيه على الشاطئ عامل إزاي.
هو معمول على كذا ليفل. الليفل اللي فوق كده فيه ترابيزات علشان الناس اللي عايزه تاكل، وتحت بقى عاملين اللي هي القعدات البو اللي وريتها لكم قبل كده. خلصنا بقى من البحر، نرجع بقى للمدينه علشان نشوف موضوع ايه الليله البيضاء ولا الجمعه البيضاء ولا ايه اللي بيحصل بالظبط، ونكمل بقيه اليوم ماشي ازاي. طيب ماما احنا هنروح ناكل بقى ونجيلكم. خلونا لوحدينا قمر نتمشى. قمر اي حاجه. ممكن نتمشى انا وبابا لوحدينا. اتكلوا على الله. مع السلامه. كمان ساعة ان شاء الله نقابلكم. اوكي تعال. مع السلامه. ايه انتوا رايحين ازاي؟ انتوا رايحين ازاي؟ انتوا رايحين ازاي؟ انتوا رايحين ازاي؟ احنا كده. واحنا كمان كده. بعد كده هنروح كده. واحنا كده. طيب احنا دلوقتي هنروح بقى نتعشى في مطعم حلو قوي هنا في سلامينا. اسمه ايه؟ اكساستوليس. مش مشكله اسمه، مش هيفرق مع اي حد. فاحنا هنروح المطعم بعد كده نرجع تاني لبابا وماما. هتقولوا له طب انتوا ليه ما خدتوش بابا وماما؟ هنقول لكم عشان احنا جحده قلبنا قاسي. بهزر، عشان بابا وماما اتغدوا قبلنا واحنا ما اتغديناش عشان كنا في البحر. هتقولوا طب انتوا ليه ما خدتوش بابا وماما في البحر؟ اقول لكم عشان احنا والله احنا حرين. بالظبط يا جماعه. هو ده اللي هو انا بس عايز اوضح لكم تاني اللي حصل. هو النهارده اسمها الجمعه البيضاء، عايزين زي فكره البلاك فرايداي، حاجه زي بلاك فرايداي. بس الفكره كلها هم لقوا ان الدنيا مش شغاله كده والدنيا نايمه والمحلات مش عارف ايه بيشتكوا، فطلعوا قرار ان المحلات تفضل قاعده لحد الساعه 12 سهرانه، يشغلوا بقى اغاني ويجيبوا فرق موسيقيه ويعملوا تخفيضات وكلام من دي علشان الناس تنزل تتشجع وتعمل شوبينج وكلام من ده. فاحنا رايحين نتعشى وهنرجع لماما وبابا افرجكم بقى على الاحتفالات واللي بيحصل. بس اقول لكم مين جاي معانا. طاطا الجمال والشياكه دي يا طاطا. ميرنا القمر، احلى واحده في الجزيره اسمها الينيتسا عاشور. الينيتسا عاشور مالها خايفه ليه؟ سميه وعوشه. بصوا بقى المكان ده في الجزيره اسمه سيلينيا. ده مكان مختلف بس في نفس الجزيره بس بعيد شويه عننا، بس حلو قوي. بصوا بقى المطعم ده حلو جدا. انا معرفش يعني، ان شاء الله لو في يوم حد منكم راح يعني زار سلامينا او كده بجد يجي يجربه، هيعجبه قوي. حتى هتلاقوا بصوا زحمه جدا، وعملوا لنا يفضلوا لنا ترابيزه بالعافيه، يعني ما كانش في اماكن خالص وفضلوا لنا الترابيزه وقعدنا بقى ناكل. بيرثدي بوي اللي بيلعب بيشيل 36. بصوا دي سلطه كده بالمكسرات، والله العظيم ما اعرف اسمها، احنا طلبناها وخلاص بس كان طعمها حلو جدا. تاتا بقى كان طالب كده الكفته بالجبنه الفيلادلفيا، يعني الكفته محشيه جبنه فيلادلفيا. وحد اسلام كان طالب اللي هو الصدور الفراخ دي كفته ليس بلاكي محشيه جبنه فيلادلفيا. فين بقى الجبنه؟ اهي بص وقعت عليا زي اللي ماما بتعملها. ما بتعملها احلى. وصلت لك الرساله يا مامي، عملنا اكل حلو بقى بكره. طبق بقى عشان الطبق اللي موجود. طب يا جماعه احنا خلصنا اكل، ممكن نعرف تديله كام من 10 يا استاذه ميرنا؟ صراحه اديله 10.5 من 10. طاطا جامد جدا. عوشه تديله كام من 10؟ احنا مطعم في سلامينا لحد دلوقتي. ماشي تمام. يا جماعه معلش انا كنت عايز افرجكم على الحفله بس باين كده الحفله خلصت، باين كده، احنا مش عارفين. احنا هي المحلات منوره بس الناس كلها تحسهم كده ايه، راجعين مروحين واخدين اتيتيود، فاهم، ماشيين اللي هو بيشحتفوا. فانا عارف الاتيتيود ده بتاع نهايه الحفلات عامه يعني. احنا بندور على ماما. بصوا انتوا هتفهموا قصدي. بصوا اهو الناس دول قاعدين كده اهو، بلالين في كل حته. بصوا سوبر ماركت فاتح اهو. لا حلو المحل ده. ده محل تيلي ويلي لبس. هنشوف العشرة. الناس كلها بتحب القصة دي. اهو بصوا ده واحد هديه. عشان هرجع كل ده تاني. يلا تاتا تعالى جرب ده.
يلا تاتا جرب الدراجون ايس. تعالوا نخلي تاتا يجرب الدراجون ايس. يا سف تلنا ودلوقتي الراجل اهو قاعد بيعمل لنا اللي هو الدراجون ايس. ايه هو الدراجون ايس؟ والله العظيم ما اعرف، بس انا بالنسبه لي دي كانت حاجه جديده يعني، فقلنا نجربها ونشوف واقول لكم بقى هل هي لذيذه لطيفه، هل لو موجوده في مصر قولوا لنا يعني لو حد جربها في مصر. بصوا هو انا مش عارف هي عباره عن ايه، بس هي شبه الكاراتيه كده وبيطلع دخان ساقع جدا وبيطلع دخان. هل ده اختراع؟ شايفه حاجه عاديه بصراحه. شاور تقريبا. مرنا افتحي بقك. دي شيشه تفاح. حلو يا تاتا. هو طعمه كاراتيه. هو كاراتيه بس كاراتيه ولا بوب مش عاجبني نرجعه. بصوا يا جماعه الاختراع ده بالظبط والله هو العظيم موجود في مصر. هو حد يجيبه. ده كاراتيه عادي بجد، حتى ريحته بقلص بس هو ساقع، ما تجيبوش. ايه ده جديد بتاعنا؟ بص باد اه. جماعة احنا كل ده قاعدين بندور على ماما مش لاقيينهم، فقعدنا بقى نرقص واكتشفنا ان ماما وبابا روحوا على البيت سبقونا. حفلة جميلة صح؟ وطبعا بقى روحنا على البيت علشان بقى ايه، هما جايبين تورته عشان يحتفلوا بعيد ميلادي. معلش يا جماعة احنا ما لقيناش شمعة. ليه رقم 3؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bulbul. Happy birthday to you. وبكده الفلوج بتاع النهارده يكون خلص. استنوا بقى الفلوج الجديد ويا رب يكون عجبكم. قولوا لي بقى ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفلوج بتاع النهارده.